وجا عطاك سلخك قعرك عوجك بسنتوره وجا راجع رباك ادبك. حنا غير الجحش اللي تضرب بالسنتوره الجحش. انتم ظريفين اللي كنتو الجحش كضربوه بالسنتوره، حنا الجحش نوريك شنو كنديروا ليه. ها الجحش كنطيحوه من فوق الصور، فهمتي؟ ما كاينش ضربه وحده هيد شات الله يعاون، ما كاينش، ما كتزيدوش الهضره. بعيدا على السنتوره اللي غنتكلموا عليها لانه درتو فيديو وفبركتو وزدتو عليه الاصوات، انا جايكم. انت شوف معايا هذا الفيديو دابا، شوف معايا الصمطه واش قاست المغربي ولا الله يرحم لكم والدين. الفيديو راه مبطئينو، بغيتو مازال تزيدوا تبطئوه بشويه عليكم، وريونا فين الصمطه جات فوق ظهر المغربي. اذا شكون الجحش هنا؟ هو الالخيري. هادشي بلا ما نهضر لك على معبر خرموز وداكشي، لا وليتو ايقونه عالميه. دابا ديك الصوره سيخلدها العالم، واخا تعياو وما ديروا داك الفبراكات ديالكم العالم كله غيبقى عاقل على هاد التصويره. شناش هذه شفتها اول مره في حياتي، شفتها في الفيديو هذا تاع البارح. اشتها بشويه عليك انا نوريك وشوف معايا. انا عرفت شنو شاف ولكن هو راه كيضحك بالغضيض. شوف معايا مزيان هذا المقطع. لا واش شفتي مول السنتوره شنو وقع عليه السنتوره ولا ما شفتيش اش وقع عليه السنتوره؟ انا غنديرك بالعرض البطيء باش تشوف مزيان اشنو وقع. اطفالي لا في الشهر ما كاين ما ولكن. شوف جيتو خديتو طريحه، كتاخذوا طريحه كيف العاده. مع العلم انا لا اشجع على فحال هادشي، ولكن منين كتهبط انت للتيران سرك هو نخلي ضربوك نهائيا. ما تقولش لي لا الحضاره تنتهي فاش كيجي عندك الهمج. الجزائري جا عرفك مقامك، ورى لك مقامك الحقيقي، قال لك ها هو. الصراحه عرفنا مقامنا وعرفنا اننا قادرين نحلوا مضايق عبر العالم. نقدروا دوك المضايق نلقاو فيهم الغاز، وما اصلا فيهم الغاز، فيه المضيق فيه الغاز فيه ما ياخذكش فيها الشك. غير هو اشنو قالوا الانصار لهذا قال لك عرفونا. اش عرفونا؟ نسمعوا لهم هما مباشره يقولوا لنا اش عرفونا. ديبورتيو حقروهم اللي لحقوا للسطاد وما يضربوا فيهم خويا صغيره ولد تماك، وضربونا وحقرونا وداروا فينا هكذاك وربحناهم. ضربونا وحقرونا وداروا فينا. ما شوف حقرونا يا اخوان، ولكن لا فيرسيون الاصليه محراره وحنا اللي يصموا ما تموتش. عيان سمايك بيلي حقرونا يا اخواني، حقرونا. جماعة تعدوا علينا في 63، احنا ما عندناش حتى جيش. خاوتي من 63 هما يحقروا فينا هاد المغاربه هادو. هذا ما كان. المهم سمحوا لي بزاف على تعطلت عليكم فيديوهات. ربي اللي عالم بيا ما بقاش نشرح لكم بزاف لانه داك الشيء ما كنبغيش نبقى نشكي، فهادشي اللي عطا الله. ولكن نعاونونا بواحد لايك كومونتير بارطاجي باش تزيدوا تشجعونا اكثر ونمشيو نشوفوا شوف هادشي ماشي جديد. الجمهور ديال الخيريه ماشي جديد عليه هادشي ديال الطريحه. شطافريك كيفاش دايره؟ هادي هي لافريك. انا نبدا في حبست الفيلم. خاصكم تحمدوا الله وتشكروا ان عندكم جار سميتو المغرب، رغم العداء كله اللي كديروه مع ذلك كيبقاو مكيسين عليكم. اما شتي راسك هنا غيشدوك يخليو يضربوك. كورونا خوتنا تفيلميش يا خليها، ما تفيلميش. جوار يا خو ضربوه سي مالور اقسم بالله واشرف. الجوار ضربوه، حنا ما قاسوا لكم لعابه ما والو، لا ضربتوهم وانتم نزلتوا التيران وبديتو كتشيروا عليهم، هبطوا خلاو ضربوكم ورجعوا سالينا. حقرونا حقرونا يا خو. هادشي فين؟ هادشي ماشي في المغرب. يعني الجزائري فين ما كيمشي محقور وكيجي كيبقى عندنا انا شيكور محقور شيكور، فهمتوا؟ لي سيبورتور تاعنا ولي جوار ضربوهم خوتنا، ضربوا لي سيبورتور خو، ضربونا الجيزات. شوف شريف باش تكونوا فاهمين الله يرحم لك الوالدين، سير ليهم ما تبقاوش تبكيو علينا. حنا ما كيهمناش الربح والخساره، عادي. اللي كيهمنا هي نشدو بنادم نعطيو طريحه ويجي يقول حقرونا سالينا. وانا مع الحارس ديال اولمبيك اسفي المطيع في داكشي اللي قال. ما يمكنش يبقاو ديما حنايا البرارد ديال اتاي ونتسناو بنادم البوسان والتمر والحليب. احنا شوت حنا راه مشينا تعذبنا تما، حبسونا في الايروبور، جلسونا في الدس، خداو لنا باسبوراتنا.
انا ما فهمتش بكل امانه علاش انا خصني نمشيو ونجيبوا ليه كيران والجمهور، ما كندوش على اللعابه لانه مفروض عليك انه توفر لهم حافله، وماشي بالضروره توفر لهم حافله واعره، لا توفر لهم حافله وصافي، حتى هما غيوفروا لك حافله فاش تمشي ليه. المهم معامله بالمثل. ولكن باش نهز الجمهور ديال الخيريه اللي دار هاد الشوا كله نهزهم في كيران ونحطهم في البيبان ونعطيهم تيكي فابور ونعطيهم كذا، لا اسمح لي. وفي الاخر شنو غايقولوا لك؟ اسمع اولا قبل ما نفضح النفاق تاعك اللي بحال سيدك، نتحي لك في حاجه ونستعرف لك بها، واللي هي انك نجحت في انك توجه انظار مشجعي نادي اولمبيك اسفي والنقاد والرياضيين اللي عندك في بلادك من الاداء الباهت للفريق تاعك. حنا وسيدنا بزاف على فهمتي شد فرنا الصغير ما كتوصلوش. علاش؟ انت كيفاش اداء باهت بعدا؟ اسفي راه كلاوكم في الماتش باش تكون فاهم لك، كتفهم شويه في كره زعما، اما لك كتفهم في كره سير دوي على الفولي ولا شي لعيبه اخرى. كيفاش الاداء الباهت داروا لنا وعملوا لنا وما خصناش نديروا البره تاع الاتاي. اروح شوف لهنا شيخ، شوف التصريح تاعك كي كنت في الجزائر واش قلت. الاخوان سمحوا لي، هنا غيجبد لينا شي تصريح ديال المطيع دار فيه شي كارثه وغنوليو وجهنا في الارض. شوف فاش كتوصل لهاد المراحل المتقدمه في هاد الكومبيتيسيون كتكون الا انك غتواجه فرق قويه. فرق اتحاد العاصمه فرق كبير معروف في الجزائر، وحنا بالنسبه لنا هذا التحدي كان مزيان، ومازال غنقولوا كلمه ديالنا ان شاء الله بمباراه الاياب ان شاء الله. راه حكمك الفار هنايا نادي اتحاد العاصمه ولا نادي كبير، وتمد تصريحات للصحافه الجزائريه. علاش ما قلت لهمش باللي تعرضتوا للمضايقات وسيزاو لكم دوطاسيون توريستي؟ لا جي رجع ناقش معنا داكشي اللي قال، شي حاجه حصلتي فاش اش بغيتي يقول لكم هاد الهضره باش تعدوا عليهم اكثر، باش شدوه في الحبس؟ لا صاحبي واش انت حمار. اش غنقول لك؟ شوف مكلخين، كتجي تتناقش معاهم تشوفوا واش كيناقش والكلاخ المبين، وقال لك علاش تقولوا لينا جبنا يحلبوا التمر؟ لا حكا نتوما مولفيش تحلبوا التمر، وهذاك راه واجب على من؟ على اللي مشتاق مادلين. لا باينه فيكم الشبعه وكذا، في الاخر يجي يقول لكم راه جيعانه. كاين شي جيعان قدكم يا ولاد؟ واش عمركم شفتوا مغربي شاد شي طابور على شي حاجه؟ وعباد الله. ومع ذلك بكل جرأه وتخرجت العينين يجي يقول لك بحال الهضره. المعلومه اللي عندي ان السلطات تاع المخزن حكموا واحد من المناصرين وحبوا يدخلوه للسجن، فالباقي المناصرين قال لهم والله من تحركوا حتى يخرج، والا نغيروا معاكم كاع الاستراتيجيه وكذا، نعودوا في موضوع واحد اخر. فامام هذا الضغط تم اطلاق سراحه. لا رجع معايا الجمله ديال والا اش زعما اطلقوه والا اش. راه سبق لينا واش دينا لكم واحد زعما ماشي ما فات حتى شي حاجه، ولكن بالحق وبالقانون. كيفاش والا 500 واحد غتغلب المغرب على قد واش دخلت عليكم بالله واش هادو عندهم شي عقل الخوت ولا لا؟ علاش تكذبوا؟ هاد الامه مبنيه على الكذب. قولوا الحقيقه للشعب هذا، قولوا الحقيقه، كل واحد يتبنى حقيقته. علاه تكذب؟ علاه تكذب؟ مباريات البطوله الوطنيه صعبه على كاس العالم. كيف صعبه على كاس العالم؟ علاش تكذبوا؟ هاد الامه مبنيه على الكذب. قولوا الحقيقه للشعب هذا، قولوا الحقيقه، كل واحد يتبنى حقيقته. علاش تكذب؟ علاش؟ بديش غنقول لكم وحق رب العالمين كتبقى تشوف حتى كتشوف وفي الاخر كتحماق. اللي وقع ولادنا راهم في خطر، تاع الياسما والله راهم في خطر. انا نورمالمون من الحادثه تاع العام اللي فات هذيك نتاع بركان ولا ما على باليش، من هذيك الحادثه خلاص ما بقى، وزادوا عاودوها لكم في الكوب دافريك استضافوها. شوفوا كيفاش عاملوا الجزائريين واش كانوا يقولوا علينا. يعني خلاص ما فهمتش انا دوكا انا مانيش خبير، ولكن اعتقد انه اتحاد كره القدم الجزائري يتخذ موقف. سبحان الله الكازو كوبينا عليهم، قال خلاص كي تجي مباراه مع المروك قال يا ودي ما نلعبوش معاهم. كيفاش ولادنا راهم في خطر؟ لا شدوكم عرفوكم مقامكم، لا حق عطاوكم طريحه، لا حنا خدينا طريحه تبت معانا بوبو شدوا في هضره وحده. ما تبقاوش تلونوا كالحرباء. هذه من جهه ثانيه شكون حبسوا. راه شحال قلنا لكم ما تبقاوش تلعبوا ضدنا، الا حنا غنلعبوا، حنا كنعرفوا كره القدم غنلعبوا فيها. كنتو نتوما ولا ما كنتوش حنا غنشدوكم ونعطيكم طريحه، سواء بكره سواء بشي حاجه اخرى. ولكن في هذه الاحداث كلها بكل امانه كيبقى السؤال الوحيد اللي ما لقيتش ليه اجابه، علاش هاد خونا بالضبط؟ مباراه اولمبيك اسفي
ونادي اتحاد العاصمة الجزائري في نصف نهائي الكونفدرالية. ماذا يفعل القنصل الجزائري على أرض الملعب؟ كيفاش القنصل ديال الخيريه يهبط للتيران مع العلم انهم هما اللي منوضين هذا الصداع، هما اللي عاطي المخابرات ديالهم عاطين سكريبت كيفاش يخدموا السيناريو، كيفاش يخدموا ديك المهزله، وفي نهايه المطاف تخليوه هبط وجلس لمك في المدرجات. وهذا القنصل هذا اللي كان في المغرب يجي دعيني ما عنديش غرام د المشكل. باش نزيد حتى نعطيك طريحه بحال اللي خداوها خاوتك. يلا حيد. عندك مشكل مع حفيظ الدراجي، روح افله مع حفيظ الدراجي، ما ديرش طريق بالانديه الجزائريه. شكون هذا اللي عنده مشكل مع حفيظ الدراجي؟ شكون؟ شفت واحد المعلق يتكلم على شباب الوزداد عطيني ديك اسمه لان العالم دا يعرف. شوالي كان يعلق بطريقه خبيثه. انا نقول له ما تزيدش تعلق على الانديه الجزائريه. كان يقول شباب بيلكور، هذا الفريق ماتوا عليه الشهداء، واسمه فريق شباب بالوزداد. انهم يتنفسون الكذب. عرفتي كيتكلم بعدا على عصام الشوالي، وهذاك واحد المعلق، ذاك معلق اسطوره، بغيتي ولا كرهتي اسطوره موسوعه كرويه. اتفق معاه، تقدر نختلف معاه انا في شي مرات، ولكن بكل الاحترام الواجب. ولكن كيفاش قضيه شباب بالكور ماشي هي شباب بالوزداد؟ محمد بالوزداد هذيك تاع بيلكور وكذا سابقا. لا 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 بدا انت اللي معاك في البلاطو قال لك راه ديك بالكور سابقا، يعني فريق سابقا كان سميتو بالكور، راك هي اصلا بالكور ماشي بالكور، بالكور بالكور. وقال لك هذا راه كان كيجاب. عصام الشوالي كيتقول على التاريخ ودوا على التاريخ ديال النادي، دونك ملي غيذكر حيد عليه حيد نمشيو. المهم حنا نبقاو متبعين هادو. والمهم الصراحه هو اكثر انسان يعني كيدوي بمنطق في الخيريه، اكثر واحد كيعرف يدير التحليل اللي شحال هادي ما استضفتو عندي في الحلقات ديالي. فبالتالي اليوم رحبوا معايا العالم مقبل على ازمه غذاء، اللي عنده حبه قمح يخبيها، اللي عنده حبه قمح يخبيها. الصراحه دابا عندي جوج حبات. انت قلتي اللي عنده حبه قمح، دابا واش نخبي وحده ونخلي وحده ولا شنو ندير؟ بغيت عندي واحد جوج حبات ديال الروز، اشنو ناكلهم كاملين ولا نخليهم العام الجاي ولا شنو؟ انا ما نصدرش اليوم الغذاء ونولي غدوه نحوس باش نستوردو. في الصراحه انا كنت ناوي نصدر دابا جوج حبات ديال القمح وجوج حبات ديال الروز، ولكن ملي سمعت المحلل هبيل صافي ندير بالراي ديالو وما نصدرش. انا ما نصدرش. ماشي لازم تكون وزير باش تفهم هكذا. هذيك اللي تنخض في الشكوى، هذيك اللي تخدم لك الشكوى، هذيك شفتها نهار كاع وهي تعرف فيه يدها هكذا. لا صاحبي، لا صاحبي، تبقاش تزعزع فينا. وا المحلل هبيل صاحبي، كيفاش الشكوى تبقى تنخض فينا حنايا وتا شويه لاباس. تثبت معنا محلل هبيل وكملنا الشرح ديالك باش تفهموا الموضوع ديالك شنو. كنت ازمه غذاء ماكش تشوف فيها، وحلات لك تصدر هذه المره. يا ربي سهل عليك، صدر. لا حبيت تصدر فيدي كاع الفريقو تاعك. لو انت مثلا يقول لك باللي كاينه ازمه تاع البنان ولا تاع البطاطا راهي جايه وانت تخرب. دابا هادو كيبقاو يتكلموا كيقول لك راه المغرب كيهضروا غير على كرشهم، وهما اصلا المشاكل ديالهم كلها عندها علاقه بالماكله. وعباد الله المشكل اللي نشرحها لكم ببساطه، لان بغيت نطرق موضوع حنا غير باغيين نضحكوا. وعندهم مشكل في مطيشه غلات عندهم بزاف، فبالتالي ملي ما بغاش المواطن يشريها ناضوا هما يصدروها. هذا ما كان ناض المواطن كا عليهم علاش صدرتوها وحنا كنا باغينها. هما شدوا ضد مع المواطن ومشاو باعوها برخص من الثمن باش كيبيعوها وهما كيصدروها. وماشي من انا بغيت غير نعرف المحلل الهبيل دابا مثلا لا شاف في حال هاد الارقام اللي كتشوفوا فيها. تخيل معايا غيشوف انه المغرب مثلا هو واخد هاد الرتبه المتقدمه في الدول كذا الابتكار العالمي. لو كان الابتكار العالمي اذا المغرب دخل حسب محلل الهبيل، اذا المغرب دخل المنظمه الدوليه. هو دابا مع الغرفه المظلمه المغرب معاها لانه كيبتكر. خلينا من هادشي هذا نشوفوا كيفاش قضيه السي ناصر بوريطات. كيفاش كاين شي قضيه قال لك المغرب دو مع الجزائر قالوا لهم اللي غتحيدوا دوك المخيمات يا غنرونوا. انا باقي انا شوف ما كنبغيش سبق الفرح بليله، انا كنبغي تيوقع داك الشيء ونتهزوا مزيان ونفرحوا مزيان. وبما انني ما درتش لكم فيديو مده طويله ضروري ندير واحد الاطلاله سريعه على واحد الموضوع ولا جوج المواضيع ضروري ما دويتش فيهم. وباش تفهموا انه ما كنتش قادر ندير فيديو بصح هي انه كانوا جوج ولا ثلاثه المواضيع مهمين وواعرين ولكن ما قدرتش انني ندير فيديو. وواحد السيد في التعليق كان كتب لي في التعليق قال لي انس لاحظت انه هاد الايامات راه بحال قلتي لي كاك ديالك ماشي حتى ليه داك الضحكه ديالك ماشي هي هذيك في وسط الفيديوهات. باقي لحد الان ما جاوبتوش ولكن بغي نقول لك انه بصح راه عندك الحق، وهذاك الشيء اللي حسيتيه هو السبب ديالي علاش انني ما قدرتش ندير فيديو، ما نقدرش نزيد نشرح مازال.
شنقريحة حفظه الله ورعاه ألقى وقال كلمة رائعة رائعة رائعة. باغي شوف هما بغاو المغرب بكل شيء ليه، بغاو المغرب بغاو حتى شي شخصيه تا هما يقولوا لا حفظه الله ورعاه، فهمتي؟ حفظه الله ورعاه ما لقيش لما يقولوها، بقى كيقلب لقى شنقريحه قال لي شنقريحه حفظه الله ورعاه. دابا خايبه صاحبي خايبه والله ما جاتش، فهمتي؟ شنقريحه ما كتشوفوا في وجهه ما بصح حتى بوبو تا هو كتشوفوا في وجهه، ولكن حفظ الله ورعاه ما اش غنقول لك، ربي ما بغاش يحفظو، وكون بغى ربي يحفظو كون حفظو من القرعه اللي خداها شحال هادي. هادشي اللي غنقول لك. انا شخصيا اتصل في بعض الزملاء التونسيين يعني بجوارنا وهم اعلاميين يقولون لكم، قالوا لي بالعباره صح عليكم يا جزائر ضربة معلم، زيارة البابا في هذا التوقيت ضربة معلم. زيارة البابا للجزائر حسب المفهوم ديالهم هي انه باباهم جا عندهم، فبالتالي كيف ما سبق لي وقلت لكم كل شيء حسدهم، كل شيء العالم كله كيفاش البابا يمشي للجزائر، علاش البابا يمشي للجزائر، وداش غنقول لك. صحيح. رئيسكم ذكي عرف كيف يستغل. تعيد نفسها مش ضربة معلم. الذاكرة تعيد نفسها. عندك خطأ اسيدي في اللغة العربية اولا. ثاني حاجة عندهم واحد البرانسيب كنقولوا لكم في الجزائر دائما، هو انه انا نكذب كذبة وانت خصك تطلع عليا لابار وتكذب كذبة ما احسن منها. انا قلت راه زعما راه شي حاجه واعره انه البابا جا عندنا، نقول لك لا هذا غير الاصل، لانه حنا اصلا مسيحيين. هادشي اللي قالوا ما قلتهاش انا. المهم ما عليناش، اثناء الزياره ديال البابا وقعوا جوج الحوايج، خلينا من التفرقيع هذاك ما نهضرش عليه لانه واقع والناس جبدوه بالدلائل والبرهان، خوتنا كيكذبوا عين باينه خليها في الجنب. ولكن كاين واحد الحاجه اخرى مهمه جدا وقعت. السلام عليكم. اليوم كلامي موجه لمدير الجزائريه للمياه أو من ورطه في نشر بيان على صفحة الفيسبوك يشكر فيه ويشكر في المؤسسة أنها قدمت خدمات كبيرة خلال زيارة البابا ليون 14 إلى الجزائر. هو عندكم المؤسسة ديال المياه حتى كيجي البابا عاد باش كيديروا مجهودات كبيرة باش يوفروا الماء في ذاك النهار، باش حتى واحد ما يتشكى من الماء في ذاك النهار، باش البابا ما يعكش أنه ما كاينش الماء في الجزائر. ويقول أنها فرقها تدخلت ووفرت خدمات كبيرة، وفي الحقيقة هذه الخدمات هي واجبها اليومي والأسبوعي والشهري، والذي هي تقدمه المواطن الجزائري وليس فقط بمناسبة زيارة البابا. لا مواطن جزائري قدام بابا ما كيسوى والو. طبعا البابا هو الأهم، يلقى الماء في الروبيني. اسمح لي الله يخليك، شتات تقارني البابا مع خيش ديالكم؟ لا، لأن إذا كان البابا من أجل البابا يوقفوا هذه الوقفة باش يوفروا المياه، والمسلمين اللي يتوضاو 5 مرات في اليوم واش يوفر لهم؟ لا المسلمين، الجزائر مسيحيه ماشي مسلمه حسب ما قالوا، ما قلتش انا، فبالتالي نوفروا المياه للبابا، ما نوفروش المياه لشي حد اخر، نكونوا واضحين. الفشل الاعلامي لتغطيه هذا الحادث اللي هو حادث مرور من طرف الاعلام الجزائري، والنجاح الباهر للاعلام المعادي سواء الاعلام المخزني او الاعلام الخائن العميل اللي ما يحبوش الخير للجزائر. الاول فشل، شوف والله العلي العظيم اللي كانت ضربه احترافيه من الصحف المغربيه ومن المواقع المغربيه، لانهم خداو خبر وتيقنوا منه عاد باش حطوه، رغم محاولات التكذيب جابوا الفيديو من بعد جابوا كذا وتفضحوا. وبالحق هذا هو الفرق ما بين الاعلام المغرب والاعلام ديال الزريبه ديال الخيريه، هو انك انت كتجيب الواقعه ديال بصح وكتقولها، هما كيكذبوا عليك بالكذوب. عليناش خلينا دابا زياره البابا، شنو كان في المغرب في الوقيته ديال الزياره ديال البابا؟ ماشي انا اللي كنقول،